السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نشاهد الفيديو، بس ما تنسوش تضعوا اللايك يا حبايبي. وقبل ما نخش نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نخش نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا روتين حلو كده. معايا كيلو الا ربع من اللحمه الضاني، هنروح نسلقه. حطيت له ميه على النار عشان هنعمل منه وصفتين حلوين النهارده. يلا بينا يا حبايبي. ومعايا برضو يا حبايبي من ضمن التجهيزات اللي هجهزها النهارده في اليوم بتاعي الروتيني، جايبه لفت هخلله عشان اللفت بتاعي خلص، ومقطعاه كده ومنضفاه معاكم زي ما انتم شايفين. ومعايا جوله سريعه كده في المطبخ، بنضف المواعين بتاعتي اهيت. عندي الحوض مكركب مليان مواعين، وهروح اغسل مواعيني دهيت وهنضف بسرعه حاجتي معاكم، وهنروح نشوف بقيه الروتين اليومي بتاعنا عامل ازاي. معايا هنا الميه بتاعتي بدات تغلي على النار زي ما انتم شايفين، وهنسمي بسم الله نسقط اللحمه بتاعتنا ضاني. وهنا يا حبايبي قطعت بصله 4/4 كده، هبدا اسقطها كده في الشوربه بتاعتي، واسيب اللحمه بتاعتي تغلي لحد ما اروح اخلص بقيه المواعين بتاعتي. يا حبايبي انا خلصت غسيل المواعين بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو، وسايباها تتصفى. لازم حتى مهما تكوني شاطفاها لازم تصفيها برضو، علشان لو ما صفيتهاش البقع اللي بتاعه الميه اللي بتتبقى بتعمل بقع في قلب المواعين. لازم تتصفى وتتشال متصفيه ومتنشفه للاخر. اهم حاجه النظافه يا جماعه. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله المواعين بتبرق ازاي، شايفين ما شاء الله. نضفت الرخامه بتاعتي، وعندي شويه ازايز هصبنهم هنا كده، وغسلت برادي وصفيه بقيه المواعين بتاعتي هنا برضو. البراد بتاعي بيشف وبيرف اهو، شايفين ما شاء الله الجمال والنظافه. معايا هنا حله على النار، هحط فيها حبه زيت كده صغيرين، وهننزل ببصلايه متقطعه كده مكعبات هنحمرها يا دوبك كده، هنديها تشويحه مش هنحمرها او هندبلها كده، وهننزل عليها ب5 6 طماطمات مفرومين في الكبه. وهنا على البصله بتاعتنا ما تتحمر هروح اغسل اللفت بتاعنا ده تحت الحوض اهو يا حبايبي. فتحت عليه الحنفيه وهغسله كويس، وهبدا اصفيه معايا هنا في المصفى. ودي الازازه اللي انا قلت لكم هغسلها ليها سلكه لوحدها، شايفين زي ما انتم شايفين ما شاء الله. الحوض بتاعنا بيشف ويرف من نظافته. عذرا يا حبايبي، البرد عامل عمايله مع الواحد والله. اغسل اللفت بتاعي كويس كده زي ما انتم شايفين. هروح اغسله وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. انا غسلت اللفت معاكم، وهنا بنفس الطشت اللي انا كنت ناقعه فيه اللفت هامله ميه هنا، وهروح احضر المحلول بتاعه بيضه اهي. وهنا يا حبايبي زي ما انتم شايفين الصلصه بتاعتنا اهي. هننزل بشويه الصلصه على البصله اهوت، هنسيبها تتسبك. شايفين بقى الصلصه بتاعتي اتسبكت اهي وجميله. حطيت لها مكعب مرق الدجاج، حطيت لها الفلفل الاسود بتاعي، الملح. شايفين ده بقى كيس باميه كان متفرز عندي، فتحته وحطيته اهوت يغلي في الصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين يا حبايبي. ادي الشوربه بتاعتنا اهي. بسم الله. هنبدا كده ناخد كده من الباميه، نحط على ناخد من الشوربه كده اهو، ونحط على الباميه بتاعتنا. ما شاء الله الباميه لونها اخضر وجميل رغم انها متفرزه يا بنات. انا هنا ضفت حتتين لحمه معايا عشان يطعمولي كده الباميه بتاعتي. وهنا بقى يا حبايبي انا جبت الطبق بتاعنا، ونحط نص كيس من الملح. شايفين ده نص كيس او كيس الا ربع كده، ومعلقه شطه حلوه كده كبيره، وادي حبه شطه كمان. انا بحب اللفت حراق. انا خللته يا جماعه معاكم قبل كده، بس كنت عاملاه في القاروره، والقاروره جميله وكل حاجه، بس فيها عيب واحد. عيبها ان انت لما بتيجي تطلعي اللفت وعشان تاكلي منه بتضطر تقطعي القاروره. فانا طبعا هنا جهزت هنا معايا علبه كده كبيره زي علبه الحلاوه، وده البنجر بتاعنا اللي هنستخدمه. قلت هخلل فيها، ايه رايكم؟ بتبقى جميله طالما لها غطا برضو.
انا هنا هنزل بحبة من الخل، حاجة بسيطة مش كتير. وكده احنا جهزنا المحلول بتاعنا زي ما احنا معودينكم كده على طريقته اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده احنا نزلنا المية بتاعته اهوت على اللفت وفي العلبة الجميلة اهي، وشايفين لونه وشكله، والبنجر اهو جميل فيه. وهنروح نغطيه كده زي ما انتوا شايفين. وبكده يبقى انا عملت حاجة النهارده. وادي يا حبايب قلبي انا خلصت اللفت معاكم اهوت. انا طبعا كانت العلبة ما كفتش، دورت على بطرمان كده حطيت بقيته. شايفين شكله جميل ازاي؟ يبقى احنا كده خلصنا اللفت بتاعنا. وادي البامية القمر بتاعتنا هي خلصت برضك. انا ضفت لها حبة بهارات برضك من اسمها ال10 بهارات. هروح اعمل معاكم شوية رز كده سريعا. انا هنا عماله اسالهم اقول لهم عايزين رز ايه، عايزه رز ايه، حيروني. قلت والله لا اعمل حبه رز محمر وخلاص. حطيت هنا قطعه من السمن النباتي وعليها حبه زيت. ونزلت يا حبايبي بحبه رز كده عشان احمرهم حلوين بتاع نص طبق اهو يا حبايبي. الرز بتاعي بدأ يتحمر. بعمل رز حبه وحبه. وهنا هبدأ انزل عليه بمكعب مرق الدجاج. حمري الرز بتاعك حلو كده، خليه لونه ذهبي علشان هو كده كده اللون اللي انت هتحطي فيه الرز هيفضل عليه ثابت مش هيفتح منك. فتك عليه شويه سنه في التحمير، ما تخلوش لونه ابيض عشان يبقى ايه برضك هو هيفضل ابيض، هيبيض اكتر منك. انا يا حبايبي لما باجي احمر الرز دوت ما بغسلهوش، بحطه كده. هو طبعا رز انا واثقه منه ونضيف، انا ببقى اكون جايبه الشكاره وبطلع منها فمضمونه، فالرز عندي نضيف بحطه من غير غسيل بالذات بتاع التحمير ده عشان ما ياخدش مني وقت في التحمير يا حبايبي. هبدا هنا هنزل بمكعب المرقه زي ما انتم شايفين كده. انا مش هفركه، هنزل بيه سليم عشان يتحمر على راحته. شايفين اللون الذهبي لونه جميل ازاي؟ هنا هبدأ بقى انزل بالرز بتاعي المتبقي. طبعا انا الرز المتبقي هنا غسلته زي ما انتم شايفين كده، انا غسلاه. هنزل كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نقلب الرز كده المصري بتاعنا القمر ده. عايزه اقول لكم حاجه والله يا جماعه، ما في احلى من الاكل المصري. الاكل المصري فيه بركه وجميل، ما بيتعفرطش في اكله بصراحه. الاكل السوري يا جماعه ده اكل معفرط خالص، بيخلص بسرعه. عشان ما حدش يقول لي ده عشان من حلاوته، لا 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 لا، الاكل المصري لا يعلى عليه. اهو شايفين ما شاء الله الرز حبه وحبه حكايه، اللون تحفه. هبدا انزل بالشوربه كده زي ما انتم شايفين. انا نزلت بجزء من الشوربه وهنزل بجزء من الميه عشان ما يبقاش دسم قوي معايا. انا هنا ظبطت له ميته وهنزل عليه بنص معلقه الملح وابدا اقلبه وادوق طعمه حلو يعني. اظبطي ميه الرز بتاعك زي ما وريتك، العلامه دهيت بتاعه المعلقه لازما تكون متداريه. واوعي تحدقيه عشان احنا طبعا حاطين مكعب مرق الدجاج حسب الرغبه. شايفين ما شاء الله الرز لونه ذهبي وتحفه ازاي. غطي على رزك بقى وما تعريش عليه ولا تكشفيه الا لما يتشرب خالص. طبعا هنا يا حبايبي هتقولي هعري عليه امتى؟ بالريحه، بغض النظر كده تتابعي الريحه بتاعته وتبداي توطي عليه النار. ما تعريش على رزك خالص علشان ينجح معاكي ويطلع مفلفل ومستوي وجميل. فكركم بقى شويه الشوربه القمر دول المتبقيين معانا نضيعهم كده ولا نسيبهم يخسروا مننا؟ لا طبعا، هنروح هنا نحطهم على النار يا حبايب قلبي. وهنعمل بيهم احلى شويه ملوخيه ناشفه من بتوع الشتاء. وحاطين عليهم مكعب مرق الدجاج طبعا عشان دي مش شوربه لحم فراخ، دي شوربه لحمه ضاني. طب ومين يتمنى بقى شويه شوربه لحمه ضاني دلوقتي؟ يعملوا عليهم احلى حبه ملوخيه. يلا بينا يا حبايبي نخليهم يغلوا على النار ونروح نفور حبه ملوخيه عليهم. تعلموا بقى سر نجاح وطعم وريحه الملوخيه وجمالها. دي حته تومه مفرومه يا حبايب قلبي حطيناها في الشوربه وطعمنا الشوربه بتاعتنا. شايفين ما شاء الله الشوربه شكلها جميل وريحتها شهي. انا هنا كنت وطيت على الرز بتاعي علشان يستوي على راحته وكمرته كده معايا بحته قماشه، بس خلي بالك علشان النار ما تمسكش لا قدر الله في القماشه. شايفين بقى العلبه الجميله دي ملوخيه ناشفه، بس والله والله من جمالها
تقولوا عليها ملوخية خضراء. جايباها من شبين الكوم من واحدة فلاحة ست طيبة بتقعد بيها، متعودة كل ما انزل شبين اروح اجيبها. اهو شايفين لون الملوخية وجمالها ما شاء الله، تحفة جميلة. انا بدور على الست دي مخصوص، لو ما لقيتهاش ببقى زعلانة قوي. الملوخية حلوة جدا، لا بنخلها ولا فيها تراب ولا فيها اي حاجة. والله الكاميرا كمان ظالمة لونها يا حبايبي. طبعا انا رحت هنا على البوتاجاز، الملوخيه بتاعتي الشوربه بتاعتي غليت اهي. هبدا كده اخد منها، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله لونها، ادي معلقه معلقتين، هاخد على قد شوربتي ما تحتاج، ادي 3 ادي 4، وابدا اقلب كده. انعاز التاني هحط لها. شايفين ما شاء الله لون الملوخيه اخضر جميل، والله تقولوا ملوخيه خضراء ما شاء الله على جمالها. كتروش يا حبايبي عشان الملوخيه الناشفه بتتقل، كل ما تقعد بتتقل. شايفين ما شاء الله لونها جميل ازاي. وطي عليها عشان ما تسقطش منك، وتبقى تنها كده حلوه، ما تبقاش ساقطه ملوخيه ساقطه اهي. شايفين ما شاء الله. وهنا يا حبايبي هنجهز التومه بتاعه الملوخيه بتاعتنا زي ما عودتكم. الزبده، ريحه الزبده على النار جميله، لازما كده ايه ملوخيه يعني زبده بلدي يا جماعه، او زبده اللي هي الحيواني بتاعت الدهان يعني. هتسيح معانا وهننزل عليها بالثومه كده اول مجرد ما بتسيح، وهنزل بنجعه زيت كده بسيطه برضو عشان اللمعه. بسم الله. نحمر الثومه بتاعتنا اهيت، وهننزل عليها بحبه كزبره بس لما الثومه بتاعتنا تحمر اهو يا حبايبي. هنزل كده بنص معلقه كزبره. شايفين ما شاء الله، شامين الله على الريحه والجمال. الشتا وجمال الشتا والملوخيه الناشفه يا بنات. اول ما تبدا كده تحمر كده، انزلي بقى على الملوخيه القمر اللي قاعده هناك مستنيه الطومه دي اهي. شايفين اكتر من كده ما تحمروش في الثوم. الله يا سيدي يا سيدي، انا يا سيدي انا على الجمال. هننزل بقى ايه بحبه كده. الله يا سيدي يا توهان العقل يا ولاد، الله 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 على توهان العقل. لا اروع الملوخيه في الشتاء والدفا اللي احنا عايزين نتدفى ده يا بنات، الله على الجمال. وبكده يا حبايب قلبي يبقى انا خلصت معاكم اليوم بتاعي. ادي الرز بتاعنا اهو ما شاء الله مفلفل وجميل، وادي الباميه والملوخيه بتاعتنا. وبكده ان كنت وصلت لحد هنا متنسينيش في الشير واللايك. حط اللايك قبل ما تتفرجي على الفيديو يا حبيبه قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن.